أهلا بيكم معانا النهاردة في استكشاف جديد. النهاردة هنغوص يعني إيه نكون أغنياء بجد. دايما بنربط كلمة غنى بالفلوس، بالممتلكات، بالحاجات دي. ده حقيقي. لكن المصادر اللي معانا بتقول لأ، استنى، الصورة أوسع من كده بكتير جدا. فعلا. والمحور الأساسي اللي بتدور حوالين المصادر دي هو كتاب اسمه The Five Types of Wealth، أو الأنواع الخمسة للثروة، سمعت عنه. بتاع كاتب اسمه سهيل بلوم. يبقى مهمتنا النهاردة يعني اللي هنحاول نعمله هو إننا نطلع بالخلاصة من المصادر دي كلها. إيه هي بالظبط أنواع الثروة الخمسة دي؟ تمام. والأهم بقى، إزاي لو فهمناها ممكن تساعد أي حد فينا بيدور على حياة ليها معنى أعمق شوية، توازن حقيقي بعيد عن سباق الفلوس اللي ساعات ما بينتهيش ده. بالظبط. يلا بينا نبدأ ونفكك الموضوع ده ونشوف إيه الأفكار الأساسية اللي ممكن ناخدها معانا. يلا بينا. طيب، أول نقطة، النقطة المحورية هي إن الكتاب ده بيعمل تحدي للفكرة التقليدية بتاعتنا عن الثروة. مظبوط. بيقول إن الفلوس ممكن تكون جزء لكن وحدها مش كفاية أبداً، ومش هي دي التعريف الكامل للثروة. وده بياخدنا بقى للإطار اللي الكتاب بيقدمه. هو مش بيقولك انسى الفلوس، لأ، لا طبعاً. لكن بيقدم 5 أبعاد أو أنواع للثروة، بيقول إنها لازم تكون موجودة مع بعض، تتكامل، عشان نوصل لإحساس حقيقي بالرضا، بالإنجاز. تمام. والفكرة المهمة هنا إن أي نقص في أي نوع من دول بيأثر على طول وبشكل سلبي على الباقيين. يعني بيأثروا على بعض؟ طبعاً. طب عشان المستمعين يبقوا متابعين معانا، إيه هم ال5 أنواع دول بالظبط؟ تمام. ال5 أنواع زي ما الكتاب بيعرفهم هم: أول حاجة الثروة المالية، ودي اللي كلنا عارفينها، الفلوس والأصول والاستثمارات. دي التقليدية. أيوة. النوع الثاني هو الثروة الاجتماعية، ودي بتتكلم عن جودة وعمق علاقاتنا بالناس المهمة في حياتنا. العيلة والأصحاب وكده؟ بالظبط. مش عدد المتابعين على فيسبوك وانستجرام، لأ، أكيد لأ. هي الروابط الحقيقية اللي بتسندنا وبنلاقي فيها انتماء بجد. تمام. والتالتة؟ التالتة هي الثروة البدنية، صحتنا الجسمانية والنفسية كمان، قدرتنا على الحركة، طاقتنا، حيويتنا، نومنا الكويس. الرابعة هي الثروة العقلية، ودي بقى بتشمل حاجات زي وضوح التفكير، إن يكون عندك هدف أو معنى لحياتك، تتعلم باستمرار، الفضول، المرونة النفسية، يعني إزاي تتعامل مع الصعوبات والتحديات. دي مهمة قوي. والخامسة؟ الخامسة والأخيرة، ودي بقى يمكن أكتر واحدة بتلفت النظر، هي ثروة الوقت. ثروة الوقت؟ يعني إيه؟ مش وقت الفراغ، لأ، المقصود بيها الحرية الحقيقية، إنك تختار بتقضي وقتك إزاي ومع مين وفي إيه، إنك تكون مالك وقتك فعلا، مش مجرد عبد للظروف أو للشغل. ياه، شرح ممتاز. وفكرة ثروة الوقت دي بالذات أعتقد بتلمس وتر حساس عند ناس كتير قوي النهاردة. جدا. وده يمكن يكون مدخل كويس للقصة اللي ورا الكتاب نفسه. المصادر ومنها حوار مع المؤلف بتحكي عن لحظة كده كانت نقطة تحول في حياته. بالظبط. القصة دي مؤثرة قوي وبتوضح إزاي الفكرة دي نورت في دماغه. المؤلف سهيل بيحكي إنه في سنة 2021 كان قاعد مع صديق قديم جاي يزوره، امم والصديق ده سأله السؤال العادي بتاع كل يوم: عمل إيه؟ سهيل رد الرد الأوتوماتيكي اللي كلنا تقريبا بنقوله: كويس، مشغول شوية. الرد الدبلوماسي. صديقه حس إن في حاجة أكتر ورا الكلمتين دول، فالمؤلف اعترف له، قال له: بصراحة أنا حاسس بصعوبة وتعب نفسي لأني بعيد عن أهلي، هم عايشين في الساحل الشرقي وأنا في كاليفورنيا، وبدأوا يكبروا في السن وأنا مش معاهم. وهنا بقى بتيجي اللحظة اللي يعني بتخض شوية في الحوار ده، مش كده؟ هي دي. صديقه سأله سؤالين مبشرين جدا، قال له: أهلك عندهم كام سنة؟ رد: في نص الستينات كده. وسأله: طيب بتشوفهم كم مرة في السنة؟ رد: يعني مرة واحدة تقريبا. مرة واحدة؟ أيوة. فهنا صديقه بصله بجدية وقال له جملة المؤلف وصفها كأنها صاعقة نزلت عليه. قال له: تمام قوي، ده معناه إنك فضلك تشوف أهلك حوالي 15 مرة كمان قبل ما يموتوا. يا خبر أبيض، حسبة بسيطة ومخيفة جدا في نفس الوقت. الواحد ما بيفكرش كده خالص. هو ده بالظبط اللي المؤلف حس بيه، قال كأن حد اداني بوكس في معدتي. وبيقول إن الحسبة دي، يعني رغم قسوتها الظاهرية، هي اللي كانت الشرارة اللي غيرت كل حاجة في تفكيره في حياته. الأرقام دي حولت المشكلة العاطفية اللي كانت غامضة لحقيقة واضحة وملحة لازم يتعامل معاها.
وده اللي خلاه ياخد قرارات جريئة ومختلفة بعد الموقف ده؟ فعلا القصة دي خلته يعمل إعادة تقييم جذرية لأولوياته. هو بيعترف بنفسه إنه قضى سنين طويلة بيجري ورا النموذج التقليدي بتاع النجاح المالي. زي ناس كتير. بالظبط. وكان ناجح جدا بالمناسبة بالمقاييس دي، يعني عمل ثروة بالملايين وهو لسه شاب صغير في أوائل الثلاثينات، لكنه وصل لنقطة حس فيها إنه مش مبسوط. علاقاته متأثرة، صحته مش أحسن حاجة، حس زي ما وصف إنه بيكسب في اللعبة الغلط. ياه، توصيف قوي. طب والتغيير ده عمل ايه بالظبط عملياً؟ التغيير كان سريع جدا وحاسم. هو ومراته في خلال 45 يوم بس خدوا قرارهم، باعوا بيتهم في كاليفورنيا، واو. والمؤلف ساب شغله اللي كان فيه بقاله 7 سنين، ونقلوا بحياتهم كلها حوالي 3000 ميل، راحوا الساحل الشرقي عشان يبقوا قريبين من أهلهم. قرار كبير فعلاً. قرار كبير جدا، والمؤلف بيوصف الخطوة دي بأنه هو ومراته خلقوا وقت لنفسهم، حولوا ال 15 زيارة اللي كانت محتملة دي لمئات الزيارات الفعلية، لأنه بقى بيشوف أهله كذا مرة في الشهر، مش مرة واحدة في السنة. يعني هو طبق عملياً فكرة إعادة ترتيب أولويات أنواع الثروة اللي بيتكلم عنها. بالظبط كده، ده تطبيق عملي مباشر. القصة دي حقيقي قوية جداً، وبتوضح إزاي تغيير الأولويات ده ممكن يترجم لأفعال ملموسة على الأرض. لكن هل الكتاب مجرد قصة شخصية وفلسفة زي ما قلنا؟ ولا في أدوات عملية ممكن أي حد يستخدمها؟ المراجعات بتقول إن في جانب تطبيقي مهم. ده صحيح جدا. الكتاب مش بس بيعرض الإطار النظري والفلسفة. المراجعات اللي معانا زي مراجعة موقع ستوريزن أو مراجعات جودريدز بتؤكد إنه بيقدم أدوات عملية فعلا. تمام. كل نوع من أنواع الثروة الخمسة دي متقسم ل3 دعائم أو ركائز أساسية، وفي كمان زي تقييم ذاتي كده من 25 سؤال. assessment يعني؟ أيوة، بيساعد اللي بيقرأ يحدد هو واقف فين دلوقتي بالظبط في كل نوع من أنواع الثروة دي، وبالتالي يقدر يقيس هو بيتقدم ولا لأ مع الوقت لو طبق الأفكار اللي في الكتاب. طب كويس، ممكن تدينا أمثلة للأدوات دي عشان الكلام يبقى أوضح وما يبقاش عام قوي؟ أكيد أكيد. المصادر بتشير لأدوات زي مثلا خريطة العلاقات أو الريليشن شيب ماب. خريطة العلاقات إيه دي؟ دي أداة عشان تحدد وتقوي الروابط الاجتماعية المهمة في حياتك، تشوف مين الناس اللي فعلا بيضيفوا لك ومين اللي ممكن يكونوا بيستنزفوك، وإزاي تستثمر في العلاقات الإيجابية. فكرة حلوة. وإيه كمان؟ في كمان حاجة اسمها مصفوفة الطاقة أو الانرجي ماتريكس، ودي طريقة عشان تدير وقتك والمهام بتاعتك بناء على مستوى طاقتك ونوع المهمة اللي بتعملها، يعني تعمل الحاجات الصعبة وانت طاقتك عالية وهكذا. زي فكرة إدارة الطاقة مش بس الوقت. وفي مفاهيم تانية لفتت نظري في المراجعات زي الأهداف المضادة، دي اتكررت كذا مرة. بالظبط، دي فكرة فعلا لفتت نظر مراجعين كتير، زي واحد اسمه كيرتس لين. الأهداف المضادة أو الأنتي جولز دي فكرتها إنك بدل ما تحدد بس إيه اللي أنت عايز توصله، إيه كمان؟ تحدد كمان إيه الحاجات اللي أنت مش عايزها تحصل أو اللي مش مستعد تضحي بيها عشان تحقق أهدافك. يعني زي خطوط حمراء؟ بالظبط. يعني مثلا ممكن يكون هدفك إنك تزود دخلك بنسبة معينة، لكن الهدف المضاد بتاعك يكون إنك مش مستعد تشتغل أكتر من 50 ساعة في الأسبوع، أو إنك تفوت عشاء يوم الخميس مع عيلتك مثلا. تمام. دي بتشتغل زي فرامل كده أو حدود عشان الطموح ما يجرفكش وتخسر حاجات تانية مهمة في السكة. فكرة ذكية جدا بصراحة، بتخلي الواحد يفكر في التكلفة كمان مش بس في العائد. تماما. وفي كمان مفهوم زي مشرط الحياة أو اللايف فريزر. مشرط الحياة؟ اسمه غريب شوية. هو الاسم يمكن يبان غريب، بس الفكرة بسيطة، إنك تحدد جملة واحدة بسيطة بتلخص قيمك الأساسية أو مبدأك في الحياة، وتستخدم الجملة دي كفلتر سريع كده عشان تاخد قراراتك. إزاي يعني؟ يعني مثلا لو قيمك الأساسية هي التعلم والتواصل، ممكن الريزر بتاعك يكون: هل القرار ده بيقربني من إني أتعلم حاجة جديدة أو أتواصل بشكل أعمق؟ فتبقى ده سريعة تساعدك. فهمت، زي بوصلة شخصية كده. بالظبط. ده غير بقى إن الكتاب بيستعين بأفكار وأدوات تانية معروفة في مجال التنمية الذاتية، يعني بيجيب سيرة مفهوم الإيكيجاي الياباني. بتاع إيجاد الهدف في الحياة. تمام، اللي هو نقطة التقاطع بين الحاجة اللي بتحبها والحاجة اللي انت شاطر فيها والحاجة اللي العالم محتاجها وممكن تكسب منها فلوس. ده بيساعد في تحديد الهدف، وبيستخدم كمان أدوات إدارة وقت معروفة زي مصفوفة أيزنهاور بتاعة المهم والعاجل. أيوة،
عشان تفرق بين المهم والعاجل وغير المهم وغير العاجل. وبيشير لقانون باركنسون اللي هو إن الشغل بيتمدد عشان يملى الوقت المتاح له. ده حقيقي قوي. وحتى بيجيب سيرة جدول بنجامين فرانكلين اليومي كمثال للتنظيم والتخطيط. يعني هو بيجمع بين أفكاره الأصلية اللي هي ال5 أنواع دي وبين أفكار تانية معروفة وبيحطها كلها في إطار واحد. بالظبط كده، بيقدمهم في سياق الأنواع ال5 للثروة عشان يبقوا عمليين أكتر. تمام. في نقطة كمان لفتت نظري وكانت بتتكرر في المصادر، وهي إن الناس لما بتتسأل عن معنى الحياة الغنية الحقيقية بالنسبة لهم، نادر قوي ما بتكون الفلوس هي أول إجابة أو أهم إجابة. ده حقيقي جدا. الاستطلاعات والأبحاث اللي الكتاب بيشير ليها وحتى تجارب الناس العادية اللي بنسمعها كل يوم بتوضح إن الأولوية عند أغلب الناس بتكون للعلاقات القوية، للصحة الكويسة. الإحساس بالهدف؟ بالظبط، الإحساس بالهدف والمعنى في الحياة والحرية. الحرية في استخدام وقتهم في الحاجات اللي بيحبوها ومع الناس اللي بيحبوهم. الفلوس بتيجي بعد كده كوسيلة مش كغاية في حد ذاتها. وفي قصة تانية كانت معبرة قوي عن النقطة دي بالذات، اللي هي قصة اليخت دي، فاكرها؟ طبعا، القصة دي بتلخص الفكرة بشكل ممتاز ومذكورة في أكتر من مراجعة كمان. بتحكي عن صديق للمؤلف باع الشركة بتاعته بمبلغ ضخم جدا، حوالي 100 مليون دولار. ياه، مبلغ كبير فعلا. فلما المؤلف سأله بعدها يعني هل بقيت أسعد دلوقتي بعد الصفقة دي؟ الصديق ما ردش رد مباشر، لكن حكاله حكاية. حكاله إيه؟ قال له إنه عشان يحتفل بالصفقة دي خد مجموعة من أعز أصحابه وعيلته في رحلة على يخت فاخر جدا استأجره مخصوص للمناسبة دي. لحد كده تمام، احتفال طبيعي ومنطقي. المشكلة بقى حصلت لما وصلوا للمرسى بتاع اليخوت. واحد من أصحابه اللي معاه على اليخت بتاعه شاف يخت تاني جنبهم كان أضخم وأفخم بكتير. فراح صاحبه ده معلق بصوت عالي قال: الله، يا ترى مين صاحب اليخت الجامد ده؟ أوه. في اللحظة دي الصديق صاحب الملايين ده حس إن كل إحساسه بالسعادة والفخر بالإنجاز بتاعه اتبخر تماما، راح. بسبب كلمة؟ بسبب مقارنة بسيطة ضيعت إحساسه بكل حاجة، مجرد إنه شاف مركب أكبر. يعني حتى ال100 مليون دولار ممكن ما يخليكش سعيد لو دخلت في دايرة المقارنات دي؟ هي دي الرسالة بالظبط. دايما هيكون في مركب أكبر. السعي ورا الأكتر في الجانب المادي بس ملوش سقف، ملوش نهاية سعيدة غالبا. وبيكون على حساب حاجات تانية. بالظبط، بيكون على حساب أنواع الثروة التانية اللي اتكلمنا عليها. والمقارنة المستمرة دي بتسرق مننا الفرحة، حتى لو انت راكب يخت ب1 مليون دولار. قصة معبرة جدا. جميل جدا. يبقى كده في ختام رحلتنا السريعة دي في المصادر المختلفة اللي تناولت كتاب الأنواع ال5 للثروة، بنلاقي نفسنا قدام دعوة ممكن نقول قوية وواضحة. خلينا نعيد التفكير تاني في تعرفنا إحنا للنجاح والسعادة، ونبعد شوية عن المقاييس المادية البحتة اللي ممكن المجتمع أو السوشيال ميديا تكون بتحاول تفرضها علينا طول الوقت. فعلا، الأفكار المحورية اللي طرحها الكتاب زي أهمية الوقت والعلاقات والصحة والهدف جنب الفلوس، الأفكار دي بتقدم لنا شبه خريطة طريق لحياة ممكن تكون أكثر توازناً وعمقاً ومعنى، حتى لو في جدل حوالين الأفكار. بالظبط. حتى لو في نقاشات حوالين أصالة الأفكار دي أو مدى قابلية تطبيق تجربة المؤلف على كل الناس بنفس الشكل. الإطار نفسه، فكرة ال5 أنواع دي، بتقدم فرصة ممتازة لوقفة صادقة مع النفس ومراجعة أولوياتنا الحقيقية إحنا. وده يمكن يخلينا نسأل نفسنا سؤال أخير كده، سؤال مفتوح للتفكير بعد ما نخلص الحلقة دي. في عالم زي اللي عايشين فيه بيعلي قوي من قيمة الأكثر والزيادة المستمرة في كل حاجة، وفي ظل ضغوط اقتصادية وشغل حقيقية كلنا بنعيشها، إزاي الواحد ممكن يلاقي ويحافظ على مفهوم الكفاية أو الإنف الخاص بيه هو؟ مش كفاية بمعنى الكسل أو التقاعس، لأ، لكن كفاية بمعنى الرضا والتوازن الداخلي. سؤال صعب ومهم. وإيه ممكن تكون أول خطوة عملية مهما كانت صغيرة وبسيطة ممكن أي حد فينا ياخدها عشان يبدأ فعلا يبني ثروته دي بشكل شامل ومتكامل بكل أبعادها ال5 اللي اتكلمنا عنهم؟ نقطة تستحق التأمل فعلا.